خوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. القصه ديال هذا النهار هذا هي الهروب من السجن ديال واحد السيد اللي هرب من الحبس ديال وجده. وبسبب هذا الهروب ديال هذا السيد تبدلت القوانين ديال السجن كامل في المغرب، ديال السجون كامله في المغرب تبدلت القوانين بسبب هذا الهروب ديال هذا السيد هذا. دار واحد الهروب اسطوري اللي خلاه في التاريخ. فكيفاش هرب بواحد الطريقه اللي ما طيحش على البال، فعطيونا جيم وخليونا ندخلوا غير شويه بشويه في هذه القصه هذه ديال الهروب من السجن. هاد القصه كتبدا مع واحد السيد سميتو اشرف، وكان خطط لواحد الهروبات كثار من هاد الشيء برا في اوروبا. اللي هرب في اوروبا من دار التربيه، واحد الاصلاحيه ديال دار التربيه، هرب منها 16 مره ودخل الحبس وهو عنده 13 عام. يعني اول جريمه دارها ملي كانت عنده 13 عام، وموراها بدا في الجرائم وبدا في كذا. المهم هادشي ما كيهمناش، هو ولد الحسيمه وكذا، حنا ما يهمناش هاد الشيء ديالو الماضي ديالو قد اللي كيهمنا الهروب ديالو من السجن ديال وجده. حنا اللي غادي نهضروا على الهروب ديالو من السجن ديال وجده، ما نهضروش على القصه ديال الحياه ديالو. فهاد السيد هذا اشرف هذا واحد المره دار واحد الجريمه في المغرب. بلادو اللي دار في اوروبا وكان كيتشد في الحبسه ديال اوروبا، واحد المره دار واحد الجريمه في المغرب وتشد وجابوه للحبس ديال وجده. ملي جابوه للحبس ديال وجده بغى يهرب، لان كانت عنده الهروب في الدم ديالو، كما كيقول لك واحد المثل كيقول لك عمر الشيخات نسى هزت الكتف. هذه هي. بغى يدير واحد الهروب، بغى ينفذ واحد الهروب. ما عندوش كيفاش يدير، يعني باش يرشي الحراس، يعني يعطي الرشوه ولا كذا، ما هذه ما خداماش. يعني يلقى واحد الهروب ماشي يعني كما نقولوا الذكاء ديالو هو اللي خلاه يلقى هذا الهروب هذا، اللي هو باش يهرب في واحد البريزه. بغى يهرب في باريزه، بقى كيدير الرياضه، بقى كيتريني وكذا، وكيجري وكيفورس على راسو، ديما يدير تماره وكذا ويجري، وبقى كيضعاف. قال الحبسيه بقاو كيشوفوا في هذا السيد هذا، قالوا كاع صاريلو ما ياكل ما يشرب ويدير الرياضه. واش كاين شي واحد كيدير الرياضه ما ياكل ما يشرب؟ وبقى كيضعف يضعف يضعف، وما قالوا هذا راه هبل، هذا ما بقاش في عقله، هذا مسكين صافي راه راح له العقل. واحد النهار داب راسو راه مريض، ومشى عندك الطبيب اللي في المصحه، هذاك الطبيب اللي في الحبس ديال الحبس. قال له ودي اسمو رافيه، اسمو رافيه. ماركا له واحد الدواء، قال له هذا خصو يجيبوه لك في الزياره، يعني تعيط لهم في التليفون ويجيبوه لك، يعني يجيو يزوروك يجيبوا لك هاد الدواء، امك ولا باك ولا خوك ولا. قال له صافي، دا ديك السميه ديال داك الدواء وعيط للصديقه ديالو، لان الصديقه ديالو هي كتجي تزورو. عيط لها قال خصك تجي باش نقول لك شي هضره ضروريه بيني وبينك، ما خصوش يقولها في التليفون، لان التليفون كيكون مراقب ديال الحبس وديال كذا، ما خصوش يقول ديك الهضره في التليفون. جات لعنده في الزياره، قال لها ودي الطبيب راه ماركا لي واحد الدواء، انا بغيت نشرب واحد الدواء باش نبقى نضعف باش تخرجيني في الباليزه، لان كنتفاهم معها باش تخرجوا في الباليزه. قال لها صافي خصك تجيبي لي هاد الدواء، وهو ماركا لها واحد السميه اخرى، ماشي داك الدواء اللي ماركا له الطبيب، ماركا لها واحد السميه اخرى ديال واحد الدواء كيضعف. وقال لها خصك تمشي وتشوفي شي واحد برا، يعني شي طبيب ولا شي فرملي اللي تدوري معاه ويقلب داك الدواء في الدواء الاخر، في الدواء اللي ماركا ليه الطبيب، باش منين يجيبوه هنايا للحبس ما يعيقوش به، ما يلقاو السميه هي هذيك، ما يلقاوش يعني ما يعيقوش بيا بلاني بدلت الدواء. قالت له صافي، مشات هي برا، ما جابت داك الدواء اللي قالها هي، ماشي جابت له الدواء اللي قال له الطبيب، لا جابت الدواء اللي قال لها الصديق ديالها. مشات عند شي طبيب ولا عند شي فرملي، قلب كنينه في كنينه ريقل داك الشيء، جابوها. منين جابوها له للحبس في الزياره، اي حاجه كتجي في الزياره ما كتفوتش ديريكت للمسجون، خاصها ضروري تفوت المراقبه، حتى كيفوتوها للمصحه ويشوفوا الا كانت حوايج، الا كتكسوها ولا كيفوتوها للسكانير، ولا كانت شي حاجه ديال الدواء ولا الماكله، لان شحال كتلقفه كتجي الماكله وكتجي كذا، كيفوتوها يفيريفيوها يراقبوا كذا. داك الدواء ملي جابته له ديك الصديقه ديالو في الزياره الاخرى، داوه ديريكت للمصحه يراقبوه، لقاوه يعني الدواء عادي، يعني داك الشيء اللي ماركا له الطبيب. موراها بيومين عيطوا له قالوا له صافي الدواء اللي جابت لك ديك الصديقه ديالك راه موجود، ها هو. داه بقى كيشرب، في داك الدواء، وداك الدواء كيضعف، كيزيد يضعف وكذا، ويجري ويفورس على راسو، يدير الرياضه وياكل، كيدير الريجيم، يعني كما نقولوا مثلا يتعشى بتفاحه الصباح، يفطر غير بنص كاس ديال التاي، الغدا ما يتغدى غير بواحد 4 شدوقه ولا 5، فهمت؟ يعني باش يضعف، باش يقد ديك الباليزه تهزو. المهم ضرب واحد 3 شهور ولا 4 شهور وهو كيفورسي على راسو باش يضعف، باش يقدر ديما كيجرب ديك الباليزه واش تقدر تهزو ديما. نهار اللي لقى الباليزه، جرب لقى الباليزه قدرت تهزو، وهو هادشي كيديرو غير بينه وبين راسو، لان في الثالثه بغى يخرج، عاد تفاهم مع واحد الصديق ديالو تما في الحبس سميتو مصطفى. هاد السيد هذا اللي بغى يهرب سميتو اشرف السكاكي، وداك صاحبو سميتو مصطفى. تفاهم مع داك مصطفى حتى الثالثه بغى يخرج، بقات له سيمانه ويهرب. وقال هذاك مصطفى، قال له ودي انا باغي نهرب وكذا وكذا، ان شاء الله ما غاديش ننساك، غادي نتهلا فيك وكذا، ولكن خصك تساعدني في واحد الحاجه بسيطه. قال له اسمو هي، يعني تقرا فيه الامان وقرا فيه الثقه كذا، يعني مش ما يمشيش يحشيها له يمشي يبرقق به وكذا. قال له ودي انا غادي ندخل في هذه الباليزه هذه، وانت منين تجي تزورك امك واختك من هذه يجيوك في الزياره، تعيط لهم يجيو يزوروك، ملي يجيو يزوروك غادي تعطيهم هذه الباليزه هذه، غادي يخرجوها، غادي يلقاو واحد الطوموبيل مريضه برا، فيها واحد الطوموبيل شعرها زعار كذا، دايره نضيضرات كذا، غادي يعطيوها غادي يعطيوها الباليزه اللي فيها انا، وانت نتهلا فيك، كنخرج ان شاء الله راني والله ما ننساك. قال له صافي كون هاني كون هاني. داكشي اللي دارو صافي، تفاهم مع اختو، قال لها تفاهم مع صاحبته، قال لها صافي هاد المره غادي تجي وغادي تبقاي تسنايها فوقاش نهار الخميس في العشيه ولا في الصباح، مع مثلا 10 ولا خصك تجي،
راه غادي يجيو واحد الناس، واحد البنت هي وامها غادي يجيو يزوروا واحد خوهم، وملي غادي يخرجوا واحد الباليزه خضراء كذا غادي يديروا لهم فيها وغادي يعطيوها لك. ايوا ديني. قالت له صافي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. داك الشيء اللي داروا نهار اللي جات الزياره جاو عيطوا فلان فلان كذا تخرج مصطفى كذا. داك السيد ما جاوش للزياره، ما جاتوش صاحبته للزياره داك السيد. المهم داك مصطفى هو اللي جاو للزياره، جاتو مو اختو، اما داك اشرف السكاكي اللي باغي يهرب ما جاوش للزياره. المهم جاو يعيطوا مصطفى بن فلان خرج للزياره، الاخر كذا كذا خرجوا للزياره، مشاو مثلا واحد 6 ولا 7 الناس، 7 المحبسيه خرجوا للزياره. ملي خرجوا للزياره دا مع هذيك الباليزه دايها، ودي شحال ما كانش التفتيش ملي كتجي خارج للزياره ما كيفتشوكش. ولكن دابا ولا التفتيش بسبب هذا الهروب هذا، ولا التفتيش اي واحد يجي خارج للزياره ولا يجي داخل من الزياره خصو يتفتش، كي يجي خارج ولا يجي داخل، شحال ما كانش التفتيش. وحاجه اخرى اللي نسيتها ديال قبيله عاود، ديال القفه حيدوها بسبب هذا الشيء اللي كيدخلهم برا، حتى هي تحيدت يعني بسبب هذا الهروب ديال هذا السيد. تبدلوا بزاف الصوالح في الحبس، يعني بزاف البروغرامات، بزاف البروتوكولات اللي تبدلوا في الحبس، يعني القوانين ديال الحبس المغرب تبدلوا بسبب هذا السيد. الهروب ديال هذا السيد سبب لهم مشكل كبير. المهم ملي مشات ديك الباليزه كيفوت حدا دوك الكارديانات ماشي فين، ماشي للزياره، ما كيفتشوش لانه ما عندهم ما يخرج معاه من الحبس. مو غادي يخرج من الحبس، غادي يخرج كاشه، مو غادي يخرج يعني باينه بلا ديك سوا تصبن ولا في ديك الباليزه ولا شي حاجه. صافي زيد اسيدي ماشي للزياره، سير زيدوا. مشاو دوك 7 ولا 8 دخلوا للزياره. هلا كي دايره اختي مزيان لاباس، سلم عاود على امو ما قالهاش، ولكن اختو خبرها قال لها ودي السيد راه معايا انا واحد السيد صاحبي كثر في الباليزه كذا، خصك تهزيه وتديه وكذا 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 وكذا، خرجيه غير برا تلقى واحد الطوموبيل هكا دايره فيها واحد السيده ما تخافي مو والو كوني هانيه. قالت له صافي صافي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. حتى اختو كانت متفاهم معاها يمكن كاع قبل في التليفون، ولا قال لها ما تقوليش للوالده لان امهم ما كانش في اخبارها. صافي داكشي اللي داروا الزياره كذا، هزت اختو ديك الباليزات جات مخرجاها، خرجت. ملي جات تفوتها مع الباب ديال الحبس ديال البرا، كاين واحد السلك يعني واحد بحال حديده في ذاك الباب لتحت، وديك الباليزه ما بغاش تفوت لها مع دوك الجريرات ديال الباليزه الصغيرين، ما قدرش يفوتوا فوق ديك، بقات كتجبد. وجا واحد الحارس واحد الكارديان هز مع هذيك الباليزه عاونها باش خرجها من فوق ديك السلك ديال الباب. ومشات خرجت ديك الباليزه لقات الطوموبيل تما مريضه، مثلا رونو كانت رونو خضراء مريضه، تلقى فيها طوموبيل الاخر فيها بنت زعراء كذا، عطيها الباليزه. لقات البنت لقات المواصفات هما هذوك، قالت لها الباليزه راه صيفطها لك واحد السيد من داخل الحبس. قالت لها صافي هذه هي. دارت الباليزه في لامان، مشات دارت مور الحبس، بعدات واحد شويه حلت عليه الباليزه، خرجاتو ركباتو اللور وتجيبها فين تجيبها في الناظور. فات داك النهار ديال الزياره في الحبس عادي، الناس كيدخلوا يزوروا الناس كيدخلوا يزوروا ولادهم خوتهم كذا. توصلت العشيه مع 6 ديال العشيه كانت لابيل مره واحده في النهار، يعني مره واحده في الحبس ديال المغرب كامل. اي حبس فين ما كان في المغرب كيديروا لابيل، يعني يحسبوا المحابسيه مره مع 6 ديال العشيه. ولكن بسبب الهروب ديال هذا السيد ولات 3 المرات كيحسبوا، ولاو كيحسبوا المحابسيه 3 المرات، كيحسبوهم مع 9 مع الصباح ملي ينوضوا قبل الفطور، ويوليو يحسبوهم مع 11 ونص يعني مع الغداء، ويوليو يحسبوهم مع 6. يعني ها هي بسبب الهروب ديال هذا السيد تبدلت القوانين ديال الحبس. المهم السته ملي جاو يحسبوا مثلا عندهم في الحبس 352 واحد، ملي جاو يحسبوا لقاو غير 351، ولاو عاودوا الحساب من جديد وبقاو خايفين ومخلوعين، لان الا هرب لك شي واحد من الحبس صافي الوظيفه ديالك مشات، كلشي كاع المدير الموظف كلشي مشى له، كما نقولوا صافي تزبلت عليهم ديك الوظيفه وديك كذا. بقاو كيقلبوا ولا عاودوا الحساب من جديد، لقاو واحد الشومبره هي اللي ناقص فيها واحد، مثلا الشومبره كانت 16 واحد، لقاو واحد الشومبره هي اللي فيها 15. شكون هنايا شكون هنا فلان فلان فلان، اشرف السكاكي هو اللي خاص. بقاو يقلبوا على اشرف السكاكي، يقلبوا عليه هنا يقلبوا عليه هنا، ما لقاوش في الحبس كامل. داروا تليفون لاداره السجون في الرباط، سيدي واحد السيد راه هرب ناس سميتو اشرف السكاكي، ما لقيناش. قلبنا عليه درنا لابيل ما لقيناش، ويبدي البحث البوليس الجندار المقدميه الشكامه البركاكه الدي اس تي المديريه العامه المراقبه التراب الوطني في كل شيء ولا يخدم في هذه القضيه هذه. علاش؟ لان المجرم اللي كيهرب من الحبس يقدر يدير اي حاجه برا، يقدر يرتكب اعمال ارهابيه ولا اعمال اجراميه ولا كذا، يعني يقدر يرتكب شي جرم اللي ما يتغفرش. لذلك بقوا داروا واحد المجهود كبير باش يلقاوه. وبعد 24 ساعه شدوه في الناظور في واحد الشقه كانت كاريه هذيك البنت ديك صاحبته، لان داروا عليها البحث وكذا. كانت لان كتجي تزورو دابا اي واحد كيجي يزور كيجيب لاكارت ديالو، لاكارت ناسيونال باش كيزورك، يعني ما عرفوا لاكارت الناسيونال ديالها، بقاو يقلبوا فين كاينه فين كذا، لقاوها كاريه واحد الشقه، يعني شي مقدم ولا شي واحد برقق بها ولا كذا، لقاوها كاريه واحد الدار في الناظور. ومشاو دخلوا طرطقوا الباب لقاوها هي وياه تما بجوج بهم، وشدوهم بجوج بهم وتقدموا للعداله كاملين. لا هي لا اللي هز ديك الصاك ديك اللي هز الباليزه، لا صاحبه اللي داروا في الباليزه وخرجوا للزياره، كلشي حتى داك الحارس اللي هز معاهم الباليزه باش دارها باش خرجها مع الباب، داك اللي عاونها بالباليزه حيت ما بغاش تفوت في داك السلك، حتى داك الحارس جابوه يحاكموه. علاش؟ قالوا لي انك هزيت الباليزه ولقيتها ثقيله، كيفاش انت هز الباليزه كتلقاها ثقيله هزيتها مع السيده وصلتها معها وما رديتش البال؟ يعني كيقول لك القانون لا يحمي المغفلين. ومن ما انتهتش القصه، لان منين دار هذا العمل هذا وكذا وبقى كيهرب لهم بزاف، وقال هذا السيد شحال فين ما درنا غادي يهرب، فين نديروه؟ غادي نديروه في الحبس ديال سلا ديال الزاكي.
واحد الحبس في سلا مشدد الحراسه. قالوا يعني باش ما عندوش كاع كيفاش يدير يهرب، ولكن حتى هنا كان يخطط للهروب، واحد الهروب اللي خطير شويه، ولكن تحبطت المحاوله. كيفاش صرالو باش بغى يهرب من هذا الحبس هذا في سلا؟ لانه كان تفاهم مع شي صحابو برا باش يجيبوا السلاحات، كانوا كيوجدوا السلاحات وكذا، المتفجرات كيخدموهم داكشي يدوي وكذا، يعني بغاو يهربوه بواحد الطريقه ديال اصحاب الارهاب. و وجمعوهم، يعني تشدوا قبل ما ينفذوا هذه الخطه هذه، تشدوا وحسبوهم بحال منظمه ارهابيه، يعني 100% غادي يكونوا عطاوهم ديك 20 عام ولا 30 عام. يعني الا كنت كتنتمي لواحد المنظمه ارهابيه، سير على واحد 20 عام ولا 30 عام اللي داو ديال الحبس، لانهم كانوا باغي يهربوه بواحد الطريقه خطيره بزاف. فهنايا انتهت القصه ديال هذا اشرف السكاكي اللي هرب من الحبس ديال وجده. فكنتمنى انها تكون عجبتكم، ودعمونا بلي جيم، وتهلاو فينا بلي جيم، ما تخسر والو. كتفرج كذا دير جيم، ولا تكي هذيك اللعيبه سويفي الزرقاء اللي حدا السميه اسماعيل فلوق، كتلقى اسمها ديك سويفي زرقاء، تكي عليها. ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديد.